مستمعينا الكرام، مستمعي راديو ألفينات، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من لقاءات برنامجنا شبابيك نفسية. يلا بينا نفتح شباكنا ونشوف رسالته لينا إيه؟ رسالة من الفيلسوف اليوناني سقراط بيقول لنا فيها: اعرف نفسك. فتعالوا بينا على رحلة لمعرفة نفسك، وفي الرحلة دي محتاجة منك عزيزي المستمع تسامح نفسك على كل أخطائها واقبلها زي ما هي بكل الحلو والوحش اللي فيها. سامحها بجد ومن قلبك، ويلا ابدأ دلوقتي اتعاطف مع نفسك وتخيل لنفسك دي صديق. يا ترى بتعامل صديقك ده ازاي؟ لو صديقك ده جايلك تعبان ومضغوط، هتلومه على تعبه ولا هتدعمه؟ أكيد هتطبطب عليه. فأنت لازم تتعلم تطبطب على نفسك. دينيس ويتلي بيقول: لإقامة تقدير حقيقي للذات يجب أن نركز على نجاحنا وننسى الإخفاقات والسلبيات في حياتنا. أنت شخص جواك قدرات ومواهب وكنوز كتيرة، سواء أنت عرفت كنوزك دي أو في طريقك إنك تعرفها معانا. هو كده كده جواك، ولازم تكون مستعد إنك تكتشف الكنز اللي جواك ده. جيب ورقة وقلم وابدأ اكتب ايه هي الحاجات اللي بتحبها والحاجات اللي مش مهتم بيها، ايه الحاجات اللي حابب تتعلمها، وايه هي الحاجات اللي حابب تكون في مجال اهتمامك جديدة. وبرضو اكتب ايه هي نقط القوة عندك، ايه هي مميزاتك اللي انت شايفها والناس اللي بيحبوك شايفينها فيك، وايه هي النقط اللي انت حاسس انك انت محتاج تطور فيها او تغير فيها. وعشان متعة الاكتشاف تزيد، ما تبخلش على نفسك بالتجربة. جرب كل حاجة، خصوصا لو كنت معتقد إنها مش مناسبة ليك أو خارج اهتماماتك، زي إنك تجرب تلعب رياضة لو كنت من الأشخاص اللي ما كانوش بيلعبوا رياضة، أو جرب ترسم، أو جرب تقرأ، أو اتعلم لغة جديدة، أو ورقة وقلم فاضيين واكتب كل اللي يجي على بالك. مش يمكن تطلع فنان؟ ممكن كمان تكتشف نفسك في عيون الناس اللي بيحبوك من قلبهم، اللي هيقدروا يشوفوا فيك مهارة أو صفة أنت ممكن ما تكونش واخد بالك منها. وأنت لو حسيت إن عندك شغف ولو بسيط إنك تتعلم مهارة جديدة في مجال معين، لازم تبدأ فوراً إنك تاخد أي دورات متخصصة بخصوص المهارة دي واشغل نفسك بيها. اسعى إنك تقبل نفسك وعيوبك وكل شيء، عشان هو ده مفتاح الحياة الراضية السعيدة. اعرف مميزاتك واستمتع بيها واشكر ربنا عليها، واستخدمها أفضل استخدام وطورها. احنا مش ملايكة، احنا بشر. كل يوم الصبح اصحى وبص في المراية وقول لنفسك: النهاردة يوم جميل، النهاردة يوم رائع، النهاردة هجرب حاجات جديدة. تكرار أي كلام هتقوله لنفسك ده ضروري ومهم جدا علشان الاقتناع بالفكرة. بعد ما هتعرف نفسك، استعد للتغيير اللي هيحصل والنجاح اللي هتقابله، لأن انت خلاص عرفت نفسك وصاحبتها. ولو انت خايف تعرف نفسك، يبقى انت محتاج تسمع المقولة دي: افعل الأشياء التي تخاف من فعلها وسوف يموت الخوف الذي بداخلك. أيوة، اكتسب عادة انك تواجه مخاوفك بدل من انك تهرب منها. خليك شجاع وعندك إصرار. احلم، صدق، اتجرأ وافعل. حلقتنا خلصت، بس شبابيكنا لسه ما خلصتش. على وعد لقاء جديد. كنت معكم سارة عادل من راديو ألفينات.